في الفترة الأخيرة سوريا حصل فيها تطورات قلبت الموازين السياسية والعسكرية كلها. في 8 ديسمبر 2024 وقع نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ بعد هجوم واسع من قوات المعارضة. في خلال أيام المعارضة قدرت تسيطر على مدن كتير في سوريا، واللي بعدها بشار الأسد اضطر إنه يهرب لسوريا واللي منحته اللجوء السياسي هناك. وبعد ما النظام وقع المعارضة أعلنت عن حكومة جديدة لإدارة البلد مؤقتا، وفي 29 يناير 2025 يتعين أحمد الشرعي رئيس للبلد مؤقتا لغاية ما يتم الاتفاق على حكومة جديدة. بعد فترة من تعيين أحمد الشرعي سوريا دخلت في مرحلة انتقالية صعبة، والتوترات الطائفية زادت بشكل كبير لدرجة إن الأقليات وخاصة العلويين بقوا مستهدفين بشكل ممنهج. في الساحل السوري حصلت مواجهة عنيفة واتقتل على الأقل 1000 شخص بينهم ستات وأطفال، وده على إيد قوات الأمن ومسلحين تبع النظام الجديد. وحصلت احتجاجات في مدن فيها أغلبية علوية وكانت ضد الحكومة اللي ناس كتيرة شايفينها متشددة دينيا. في نفس الوقت مجموعات مسلحة تبع النظام القديم استمرت في تنفيذ هجمات على قوات الأمن، وده خلى السلطة الجديدة ترد بعنف وتعمل تطهير في المناطق اللي فيها أغلبية علوية. طب مين هو النظام الجديد ومين هو أحمد الشرع؟ أنا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي. أحمد الشرع المعروف باسمه الجولاني كان في تنظيم داعش في العراق، واللي دخل السجن مع أبو بكر البغدادي في العراق، وبعدها هما الاتنين طلعوا وهاجموا الجيش العراقي والعراقيين. وفي 2011 انتقل على سوريا بعد ما انشق عن داعش وانضم لتنظيم القاعدة اللي أصبح فيها زعيمها، وبعد كده أسس جبهة النصرة التابعة للقاعدة. تعال معايا نرجع تاني للوضع في سوريا. الموضوع بدأ لما حصلت سلسلة من الكمائن لقوات الأمن، واتقال إن اللي عملها قوات تابعة للأسد، والرد زي ما قلنا من السلطة الجديدة ما كانش بسيط، وكانت عبارة عن استهداف للعلويين وإعدامات مدنية، لدرجة إن عائلات كتيرة من العلويين هربوا من بيوتهم خوفا من استمرار العنف. محليا بيتقال من الحكومة الجديدة إن هي بتدافع عن نفسها، وبتقول إن حملاتها الأمنية مش ضد الطائفة العلوية نفسها، لكن ضد العناصر المتمردة. رغم إن النظام الجديد بيقول إنه بيحمي الأقليات، إلا إن اللي حصل كان العكس تماما. الحملات الأمنية الأخيرة شارك فيها عصابات أجنبية ومجرمين، والناس دي ما عندهاش أي التزام عسكري، فالموضوع خرج عن السيطرة وبقى فيه أعمال انتقامية وعنف ضد المدنيين. آلاف العائلات العلوية والمسيحية هربوا لمناطق أكتر أمانا، واللي بعضهم لجأ للقواعد العسكرية الروسية. المنظمات الإنسانية بتقول إن في نقص حاد في المساعدات، والخوف دلوقتي إن الوضع الإنساني يتفاقم أكتر، خصوصا مع استمرار العنف وانعدام الاستقرار في البلد. الخلاصة إن مصر ما كانتش بعيدة عن اللي بيحصل في سوريا أو كل دول المنطقة. بعد ثورة 30 يونيو مصر كانت ممكن توصل لنفس الحالة اللي كان بعدها هيحصل حروب أهلية بين الإخوان وأتباعهم وما بين باقي الشعب. ولولا إننا شعب واعي وعندنا جيش وطني مستقل، كان مستقبلنا اللي بنعيشه دلوقتي بقى أسوأ مما نتخيل. أنا وليد صفوت وده برنامج كيميتاوي.